انجو مشايخ واعيان عبد الواحد صلاح، انجا عبد الحميد الشاهري. يا استاذ عبد الحميد، يا شيخ عبد الحميد، ابوك كان يحل القضايا من طرف اليمن لا طرفها، ما كان يخلي ولا قضيه، مشرفه وغير مشرفه وكلهن بيحلهن. انجو المشايخ حق ما يقوموا في هذا القضيه حق المسجون له 28 سنه، وفي روايه 3، وهو مسجون ظلم. يعني هو زميله تصافطوا، بقي عبر الغلط. مات الرجال الله يرحمه، والرجال قد له معذب بالسجن 28 سنة. كل يوم وهو مستعد أي حين يقنصوه. يجي ما لك علم كيف قد حق كيف السجن وكيف عذاب السجن. والله لو عندي يقتلوني 100 مرة ولا السجن يوم، خاصة حق القتل هذا متهدد 24 ساعة أي حين يخرج يموت. مات ظاهر قدوا 1,800,000 موتة، ما يسمى بالله موتة واحدة في داخل السجن. أمه يموت، أبوه يموت، الأسرة تموت. ماتت اليمن كامل، والمشايخ حق ما قاموا ولا تحركوا، وبيت الحجيلي جالسين يا جماعة مربطين ما بالله قصص ولا قصص. يعني الرجل له معذب سنين وأهله معذبين، والقضية كلها لو أحد داري إنه قمر دي قتل بيقول أنا قتلت على شيء، قتلت على حاجة، وهو فعل. بس هذا بكل ساعة وبزل المصحف وقال يا جماعة أنا أترجاكم، أنا ما أدري إيش، والله إننا لو هو فيني أحسن مما هو فيه، زميلي أفديه بروحي، والله إننا كنت أشتي أقتل نفسي أعظم منه، وإننا ما سخيت عليه بشيء، وأنتم مكبرين القضية ما بالله دم ولا عدم. من باب يا بني آدم تقوى الله، من عفا وأصلح كان أجره على الله قبل كل شيء. العفو عند المقدرة، يعني قد قدر الله خلاص. لو هو طحس ولا لو اشترك حتى شوي في شوية ماء خلاص عاد تسوت لاحق ارحم الراحمين هكذا ما بالله. ولا لو اللي ولد رضاع عطلي الواحد يفعل له فرصة ويعني يرحم الآخرين. بيقول لكم ما يا جماعة قلط الله إني غلطه، وهو بيصافط وهو صاحبه هو أخوه، أعظم من الأخوة كانوا، أعظم من الأخوة. أش تقول في هذا؟ بذي الجاه يا بيت الحجيلي، بذي الجاه يا مشايخنا، إذا تشتوا زلط ولا يشتوا أي حاجة ولا شيء والله إني مستعد أدفع عدد شعر راسي لدي حق القناة، لدي ما أملك، أنا أول الدافعي. هذا والسلام عليكم.